الموضوع تاع اليوم هو النقاش اللي راح يصرى بيني وبين خولة مصبحة ربي، وهي تهضر لي فواحد الكلام غريب عجيب. اما انا حبيت نشارككم هذا الكلام اللي خولة راهي تهضر لي عليه، ويا ترى كلامها صح ولا غلط؟ نتوما قولوا لي كلام خولة صح ولا غلط، ولا كلامي غلط ولا صح؟ خولة واش قالت لي اللي ما يرقدش عادي ومفيد لصحة الانسان. قالت لي انا ساعه ما نرقدش نطلع نهار وجا يرقدت. انا قلت لها مستحيل، الانسان لازم يرقد، الرقاد هو مفيد للانسان، راحه للانسان. وهي تقول لي ما يعني هذه ما فهمتهاش. صح مش هكذا، ما فهمتينيش يا سمرة، مسموح انا نفهم فيك. قاعده نقول لك الانسان كي ما يرقدش نورمال، النوم مش هو الصح، ما كاينش منها بصح النوم مش هو الصح. هاني انا مصباح ما رقدت ولا نايضه نورمال. السمانه اللي فاتت انايا ما رقدتش مره، طلعت نهار السبعة واش حسيتي بالاعراض؟ والو. حسيتي بالفشله؟ نو. حسيتي بالاكتئاب؟ نو. حسيتي بالعي؟ عندي انا بالعكس كي نرقد، بالعكس كي نرقد نوض مهتكه، نوض راسي قد هكذا. ربي سبحانه يخلق نوض عينيا منفوخين صاري وطلعينا. بصح حياتك حاجه عاديه. انا تبان لي ما يرقدش. صح، انا يبان لي حاجه عاديه سمر، النوم في حتى اخوتي يبان لي حاجه في ماشي حتى عاديه. اهميه. اخوتي نشتي نرقد صح نموت على الرقاد، بصح حتى النوم في حتى اهميه. راكم انتم معايا ولا ما راكمش معايا؟ اهدروا. انا عندي النوم في حتى اهميه. المهم انا مصباح ربي وانا نهضر لك نقول لك رقد مليح لصحه الانسان، مليح ترقدي مليح، تحسي بالنشاط، كي ترقدي مليح وجهك يبان نورمال. سمرة تي غاش واش بيك صح؟ سمرة خليني نفهمك. اقسم بالله مصباح العين تاعك من البوله. بس انا حبيت نشارككم هذا الكلام اللي تقول فيه برك، ما تقريهليش في راسي سيل بلاي. استقنعت ورقد ما حبيت نشارككم الكلام اللي تقول فيه. خلي اوكي استقنعت، اقنعتيني بلي رقد مليح. لازم الانسان يرقد. كانت معكم سمرة واختها خولة. سمرة النوم نحبكم ونموت نوم سمرة نموت عليكم. سمرة النوم ما عنده حتى اهميه. باي باي.